حيا الله ضيفنا الله يحييك الخان. ويبقيك. تشرفنا صراحة، بالعكس شرفنا بشوفتك وإبداعك وما شاء الله التطور اللي قاعد توصل فيه، والله يوافقك. الله استمر إن شاء الله للأفضل. بالعكس شرف لنا والله يعني قبولك للدعوة أولا ومجيك البرنامج. حمد الخان يمكن عرف أكثر شيء بالاستشارات الزوجية، بالنصائح غالبا للمقبلين على الزواج. هنا قبل ما بدينا قلت لي أنت ما شاء الله محتوي الشباب كلهم اللي مقبلين على الزواج واللي صار لهم فترة متزوجين وذي. نعم. شلون بدأ حمد الخان في هالاهتمام ومتى بدأ فيه؟ والله شوف، أنا يعني قصتي قصة غريبة شوي، يمكن يعني فيها تحديات وايد، فيها تقلبات وايد، بس خلنا نعطيك الجزء الأخير عشان المشاهدين ما يدشون في فيلم 3 ساعات. فالجزء الأخير منها كان إن ابتدى عندي الشغف والرغبة في المجال من بعد زواجي أنا، يعني من سنوات. فلاحظت أن سبحان الله يعني هاي العلاقة علاقة سماها الله عز وجل الميثاق الغليظ في القرآن. فكذلك يعني هي العلاقة الأساسية الأولى وقت اللي الزوج أو الزوجة يختارون بعض ويفكرون يكونون أسرة ذي الصغيرة، وبعدين يجونهم العيال، وبعدين العيال يكبرون ويروحون يختلطون في المجتمع وكذا. يعني لو تكلم عن المجتمع هي الأسرة، تكلم عن الأسرة بداية هي كانت الزوجين. فهي مثل ما يقولون الحلقة الأولى، فكانت يعني مثل ما يقول الرغبة وشغف. فبديت في يعني توجه للمختصين في المجال وكذا، بعدين بدأنا في الدراسة، وحاليا كذلك في الدراسات العليا في جامعة البحرين في نفس التخصص. وشغف وحب ويعني شفقة شوي على اللي نشوفه في المجتمع، وحبا في يعني الإصلاح ومساعدة الغير يعني، ونسأل الله عز وجل القبول بإذن الله. يعني أنت قلت مصطلح، قلت شفقة على المجتمع. لهالدرجة احنا في المجتمع نعاني من مشاكل الزواج؟ يعني شفقة نقول احنا يعني وحب في نفس الوقت. لبعض الحالات اللي احنا نشوفها نقول يعني حرام يوصلون إلى الطلاق، حرام ان تنتهي العلاقة وتوهم مثلا عيالهم صغار بسبب سوء فهم، او مثلا عدم فهم الطرف الاخر، او قلة الوعي، او استعجال في بعض الامور. فاسباب كثيرة هاي اللي يعني تحس في خاطرك. فلما تجلس مع بعض الزوجين توعيهم على بعض الجوانب، انت تفرح، انت من داخلك يعني تستانس ان يعني مثل ما يقول لك تغيرت حياتهم، تغيرت نظرتهم. انا كنت على الحافة خلاص، يعني بانهي علاقتي مع الشخص، لكن الحين بنتظر عقب شهر شهرين خلاص هونت. زين، احنا يمكن اكثر شيء احنا الحين نواجهه في مجتمعنا اللي هو صاير في عزوف من الشباب عن الزواج، في خوف، في تردد. شنو السبب ذي الخوف؟ والله تشوف، انت ذكرتني في قصة. واحد مرة وقفني قال لي بسألك سؤال، يعني لا تفهمني غلط، بس انا الصراحة متردد من الزواج وخايف يعني. قلت له عسى ما شر، عادي يقول. انا هذا السؤال يتكرر عندي. قال يعني احنا نسمع ان خلاص يعني مثل ما يقولون سكانه مرته، وعقب يعني بتقيده، وعقب كله في البيت وشايل طماط وخضره وخيار ورايح وجاي من البراده والسوبر ماركت وكذا. بعد ما اقدر اشوف ربعي، ما اقدر اطلع، هواياتي خلاص كذا غيره. وحتى نظرتي اللي بعد الزواج يزيد وزنه وكذا، يعني امور كثيره تخلي الواحد يشوف الزواج انه الحياة بتغير 180 درجة. أنا بتعطل. إشاعات عن الزواج يعني. أيوة. فإحنا جوابنا لهم نقول إن الحل في كلمة واحدة. تخيل بهالسهولة يعني. كلمة واحدة. كلمة واحدة. حل المشكلة. حل ذي المشكلة، الخوف والتردد وكذا. قضية التوازن. يعني هو خايف من المسؤولية، لأن بعد الزواج يظن إنه كله بس بيجيب أغراض وبيروح وبيخسر فلوس وكذا. لكن لما يتوازن إن عندك وقت حق رياضتك، حق ربعك، حق صلة أرحامك، حق دراستك، حق عملك، وعندك وقت كذلك لزوجتك. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. فيعني الحديث فيه شنو؟ توجيه وإرشاد للتوازن، كلمة واحدة. فاللي يحقق توازن في حياته ويعرف أن كل مرحلة عمرية رب العالمين
يعطيك مسؤوليات اكثر. يعني فرضا واحد ايام الثانويه، هل هو نفسه ايام الجامعه؟ لا اكيد. هل هو نفسه بعد ما يفكر في الزواج ومصاريف مثلا يعني بيدفع مهر وكذا؟ هل هو نفسه لما يعنى العيال؟ فالله سبحانه وتعالى يهيئك حق كل مرحله بالتدرج، لازم تكون مستعد لها. لما تشوف بعضهم خايف وما يعرف شنو التوازن اللي لازم يسويه، فيظن ان انا الحين بنتقل من حياه لا مسؤوليات وعزوبيه وكذا لين ما بيبقى لي من الراتب شيء، وهذه وهم مو حقيقه. اللي ما يبقى له من الراتب شيء او اللي يواجه بعض الضغوطات والمشاكل، انت عندك اساسا كانت مشكله في اداره المال، او في مشكله مثلا في مصاريفك في كذا، كنت تركز على كماليات، فبتدخل الزواج يعني يمكن مديون، يمكن عندك مشاكل. يعني هاي يمكن اغلبها اشاعات منتشره عن اكيد الزواج، اكيد مغلوطه. اكيد. بسبة هالاشاعات قاعد تصير عندنا ظاهره في المجتمع ان الشباب قاعدين يتاخرون لما يتزوجون، وخصوصا قاعدين نتكلم احنا عن يعني الرجال اكثر شيء، قاعدين يتاخرون لما يتزوجون. شنو يترتب على ذي الشيء؟ والله شوف، يعني انا اسمع بعض الكلمات حتى من الاخوات، يعني بناتنا مثلا في المجتمع او الدول المقاربه او حتى الدول برا، انه مو لازم الزواج. يقول الشاب مو بفرض الزواج. اوكي انا معك، الزواج قد يكون مباح، قد يكون واجب، قد يكون محرم عليك اذا كنت بتضر بنت وتعرف انك انت مثلا لك مشاكل ولا تحتاج علاج ولا ذي. لكن احنا نقول شنو يترتب على الزواج؟ ليش هو مهم؟ ليش الله عز وجل جعل الزواج من الاساس؟ اذا ما في زواج، المجتمع كأنه خلاص، يعني انت بتسوي له مثل ما يقولون بريك او بوز، بيوقف لهني وخلاص. زين شلون بيتكاثر؟ شلون بتي الاجيال اللي بعد؟ شلون بيعفون الناس نفسهم عن الحرام؟ شلون بيحصل شخص شريك حياة يعني يفرغ مثلا حاجته بالحلال بما يرضي الله عز وجل؟ شلون بتينا ذرية نربيها تربية صالحة وينخرطون في المجتمع ويكونون قدوات وناس تركون أثر مثلك وشرواك يعني وتربيتك الطيبة. فهذه كلها أساسها كان الزواج. ففي أهداف كثيرة، لكن لما الأشخاص يكون هدفهم الزواج، هي البنت بتحمل بتجيب عيال، عقب الحياة ضغوطات وكذا وهاللون وبتكره حياتها. الولد بيتزوج ومصاريف وما بيقالك شيء في مخباك وكذا. فهم ينظرون للزواج يعني نظرة محدودة جدا. لكن لما توسع النظر، الزواج عبادة، الزواج عفة عن الحرام، الزواج شراكة، الزواج مسؤولية، الزواج يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فأنت قاعد تزيد من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، مو بس يعني مجرد تتزوج لرغبة شخصية وكذا، في أهداف سامية وأهداف شخصية وأهداف تفيد المجتمع كذلك. إنزين، بس يعني يمكن نرد حق ذي الموضوع أن تأخر سن الزواج هل يترتب عليه أمور؟ مثلا أن دائما نسمع فكرات أن تزوج من وقت عشان تكبر ويا عيالك وما يكون في جاب بينك وبين عيالك، جاب ثقافي، جاب خصوصا من الوالدين يعني. بالضبط، ابي اشوف عيالك، ابي افرح فيك. ايوه، هاي السؤال اللي منتشر، اللي لما ندش على الوالده يمكن هي حبا يعني حبا منها فيك ان نبي نشوف عيالك وذي. يمكن هاي يجرنا الشيء ثاني اللي هو معضله الزواج اليوم. يمكن اكبر عائق للشباب الحين من الزواج ارتفاع تكاليف الزواج بشكل عام. هذه الظاهره اللي منتشره الحين، شنو الحل لها؟ شلون يواجهها الشاب؟ هي اول شيء ظاهره حقيقيه موجوده، ما ننكرها ولا يعني نفرض على الشاب مثلا الزواج بوجود هاي الضغوطات، لكن لابد توفير الحلول وتوفير يعني الافكار الذكيه حتى الشخص يتجنب من هاي الامور، ويكون الشيء كذلك مشترك. يعني ما يقع فقط على الشاب. اليوم نصيحتنا له، لكن ننصح البنت، ننصح اهالي البنت، ننصح الشاب. فاحنا نقدم نصيحه لكل طرف ونصيحه عامه للمجتمع. لما نقول حق كل طرف، نقول حق الشاب اول شيء قبل الزواج، لا تربط نفسك بكثره الديون والقروض وسياره وكاله وما ادري شنو وتليفون ما ينزل اخر موديل شريته وكذا وكذا. لا تربط نفسك، لاحق على هاي الامور.
في خاطرك خطط له. يعني انت ضد فكره ان الشاب ياخذ قرض عشان يدفع المهر ويدفع العرس ايه هي مو بس دي الاشكاليه، هي اصلا هو جاي يفكر في الزواج وهو عليه قروض من قبل. الحين في شباب مثلا مشتغل صار له 2-3 توه، يعني نكون واقعيين، الناس تشوفهم اليوم يصرفون بعض الشباب فلوسهم في شنو، فيجيك بعد 2-3 من شغله، هو طبعا اول ما حصل الشغله الحين شو اسوي في الراتب؟ ايه وين اصرفها؟ او انه شنو الموتر؟ هاي الموتر اللي في خاطري، بس تعال انت، لا انت بتعيش مره واحده. طبعا الزواج كلش مو على البال، سوي اللي في خاطرك، دلع نفسك، كذا كذا، هاي كله يترتب عليه اضرار بعدين يفكر في موضوع الزواج، بعدين قالوا يلا تزوج يلا كذا، ها يظن هو اذا خذ مثلا قرض، يعني هاي ما بندخل في مساله بعد بيطلع لك قرض يمكن ربوي ولا قرض مثلا يعني الله يمكن ما يبارك له في حياته وكذا، اذا فكر في ذي الجانب ويا يعني اجدم على الزواج وبيتزوج بنت الناس وكذا، زين هل تظن ان شخص نفترض فرضا يمكن هاي الشاب في العشرينات يمكن راتبه 500-600 دينار، اشتغل وظيفه وحصل هالراتب، وهو من قبل عنده، عشان الحين مثل ما يقولون نجيب لغه الارقام نكون اوضح، عنده مثلا قسط 200 دينار، ويا بعد خذ مثلا حق الزواج، وهي واقع يعيشونه وايد بحرينيين، انه بعد 200-250 دينار، شو بقى من الراتب؟ باقي يمكن 150 دينار. حلو، هل توقع انت، فكر فيها بس، او نحط روحنا مكان ذي الشخص، تزوج ويات البنت وكذا، الحين يبون يطلعون، يبون ماكله، يبون اغراض، يبون يصرفون، خصوصا بدايه العلاقه لازم يدلعها في احتياجات، لا وبعد مفكرين بنروح شهر عسل، بنروح كذي بنروح كذي، زين راح تكون نفسيته دائما يعني في انحدار، وكذلك يعني ينظر لزوجته، هاي خسرتني، هاي كذا، ترى موجود بس ما يتكلم، والزوجة يعني مبتهجة مستانسة، ليش؟ أنا ما تدري، قاعد تعيش اللحظة، لكن تشوفه بعد سنة سنتين يمكن ينفجر، خلاص أنا ما يبقى لي شيء، أنا أصرف وايد، أنا كذا، أعطيني راتبك بعضهم. عرفت؟ عشان هو زين، أنت أساسا قبل الزواج لما الله عز وجل جعلك أنت عندك القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. حلو، زين شنو القوامة؟ هاي بعد إشكالية، لأن في بعضهم من يتزوج على طول عباله أنه أنت تتحكم في راتبه، أنت تتحكم في كل شيء في حياته. أنت القوامة في اللغة هي من قام على الشيء، يقوم عليه يعني يقوم على رعايته، مثل الشخص الحين قدام بناية واقف يقوم على شؤون البناية، ايش قاعد يصير هني، ايش قاعد يصير، ايش يحتاج هني، ايش ناقص هني، كذا كذا. أنت جاي على الزواج ما تقدر تلبي شيء. أي يعني قوامة، هاي إشكالية عند البعض، أن الرجال قوامون على النساء، يعني أنا عادي وفهم السيطرة بالضبط، وتحكم وتجبر وكذا، هاي يعني موضوع ثاني. لكن احنا شنو نقول يعني في قضية المهور، حاول قد ما تقدر تبتعد عن القروض وكذا من بداية، أشياء اللي في خاطرك يجمع لها كذا، خطط لها واشتري اللي في خاطرك، لكن الخاطر بعد لا تخليه كل شهر، يعني اضرب بريك شوي، عرفت؟ زين، وكذلك يعني الإنسان سبحان الله لازم يعرف نفسه أنه هو يعني في النهاية ما راح يوصل إلى حد يرضيه ما لم تكون عنده مثلا قناعة في حياته. بعدين لو فكرت في الزواج مثلا جمعية، مساعدة أشخاص، مساعدة بعض الجهات، كذا كذا، يعني احنا نقول لملم الأمور، مش روحك في البداية، وبعد خلك واضح. هاي بعد إشكالية، أن بعضهم يستحي يقول حق أهل الزوجة أن أنا ما أقدر، أنا ما عندي الإمكانية حق الشغلة الفلانية، يستحي. يعني عادي أنا اليوم أنا أروح أخطب واحدة، مطالب أهل الزوجة كيت، أنا أقول لهم يا جماعة أنا ما أقدر. بعضهم شي يقول؟ يسكت، يفكر شوي كذي، أوكي خلاص اللي تامرون فيه، ويروح يدوس على روحه أكثر، يمكن ياخذ قروض، يمكن كذا، عشان يرضيهم، عشان ليلة ليلتين كذا. هني طرف النصيحة لأهل الزوجة والزوجة. بعد تكلمنا عن الشاب، خففوا يعني على المجتمع، ترى الناس تبي العفة، عيالكم حتى بناتكم يعني يحتاجون العفة، خففوا على الشباب يعني، وارحموا كذلك بناتكم، ترى بنتك يعني مثلا او بنتك مو بسلعة انك تحط لها السعر ولا كذا، لما تجد الشخص الكفؤ، الشخص المحترم، الشخص صاحب الدين
وتحرص كذلك السؤال عنه. اما هاي بعد ما نبيها احنا، خصوصا حاليا فكره اللي قالوا وسمعنا وقالوا وذي، هاي ما يكفي. لو الاب اليوم مثلا بيروح يشتري مثلا ارض ولا عنده مشروع معين، راح يسال 1000 واحد، فلوس بيقط صح؟ اكيد إيه. لكن بنتك اغلى شيء تملكه، وخفف على الشاب وارحم بنتك، خلها تروح، لان ترى بيطلع رادي عليها، هي بتروح وذاك مديون. بالضبط إيه. من اللي بيتاثر؟ هي بتعيش حياه بتتاثر. تعيسه ويا ايوه هي بتتاثر. فهاي نصيحه للوالدين، نصيحه للشاب، ونصيحه كذاك للبنت. بعد فكري في قضيه يعني شنو الشيء اللي احنا بيونسنا كزوجين. ممكن مثلا نخلي ذي المبلغ، بدال ان نسوي حفله هني وحفله هناك وحفله كذا واستقبال مروين، نخلي المبلغ نسافر فيه. بالضبط. انا هاي كذي يعني اسمح لي واسمحوا لي يا جماعه انا اطرح رايي في الموضوع، لان هاي موضوع وايد بتشبدي انا شخصيا. يعني انه مطالبي كيت 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 عشان ليله ولا ليلتين. ايه زين يا اخي وفر ذي البيزات وسافر فيها واستانس فيها. صح يعني صح. المطالب يوم عن يوم قاعده تزيد، ونفس ما قلت انت موضوع الخاطر ذي، والله انا في خاطري كذي وفي خاطري كذي. في مقوله حق والله ما اذكر، ما يحضرني، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، يقول او كلما اشتهيت اشتريت. يعني مو كل شيء بخاطرنا يلا صح. بس روح خذ قرض وخذ ودلع. لان احنا نشوف اليوم ناس عنده عيال وهو للحين قاعد يدفع قرض الزواج اللي خذاه صح من قبل. صح. هاي يعني يجرنا الموضوع ثاني، ان الحين انا عدلت وضعي المادي وبنيت روحي، شلون اختار شريك حياتي الصح؟ شلون اعرف ذا الشخص يناسبني اللي ممكن انا اكمل حياتي معه؟ هو شوف يعني الشغله المهمه طبعا، انت هاي السؤال من اهم الاسئله. انت يعني مثل ما يقول لك من الحقوق الابناء على ابوهم اختيار امهم. يا سلام. ايوه يعني انت هم يطالبونك، هاي حق لهم عيالك، اختار الام الصالحه. كذلك البنت لما بتوافقين يعني لا تركزين كذلك بس على المظاهر ولا المنصب فقط ولا المال فقط ولا الاشياء مثلا يعني الظاهريه او الماديه فقط. وذي يعني هاي نقطه نغفل عنها، انه يمكن الاب ياثم انه ما اختار الام الصالحه حق ابنائه. صح. هاي ترى هاي كلام العلماء كذلك، من يعني يقول لك شنو حقوق. احنا دائما نقول يعني تجاه الوالدين، لكن على الوالدين اللي يجب على الوالدين انهم يفعلونه تجاه ابنائهم، اللي هو يختار المرأة الصالحة وهي توافق وتبحث عن الرجل الصالح. ولما نتكلم عن المعايير، الحمد لله احنا يعني ديننا ما تركنا كذي، والله سبحانه وتعالى يعني. وكذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تجد ان المعايير موجودة. انت كل اللي عليك انك تعرف المعايير وتنطلق منها، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان المرأة تنكح ل4، وذكر منها المال والجمال والحسب والنسب والدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى هالكلام عشان نفهمه شوي بعمق أكثر، إن الرجال غالباً يحبون هاي الأمور: الحسب والنسب، الجمال، المال والدين، غالباً يبحثون عن هاي الأمور. لكن تخلي الأولوية يبقى رقم 1. يعني خلينا نقول هم اللي يسمونهم اليوم توب 4 ولا توب 5، يبقى في التوب 1 اللي هو الدين. الجمال يتغير ولا ما يتغير؟ يتغير. زوال المنصب والاسم والكذا وذي. اليوم انت الناس تعرفك وذي، باكر راحت الهيبة في المجتمع والحسب والكذا وذي، ممكن يختفي، لكن الدين بيبقى. فلذلك يقول لك فاظفر بذات الدين تربت يداك، لانك انت بهاي الدين بتلقى مثل المرأة الصالحة اللي بتربي لك العيال عشان تأدي حقوقهم وتخاف الله فيك زين وتعرف حقوقك، وكذلك تكون العشرة بالمعروف. نأتي لطرف النساء أو يعني بناتنا في المجتمع: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. إذا ما فعلنا طيب لا تصير فتنة وفساد. ما له داعي يعني التعقيد اللي يصير على الشاب ما له داعي. احنا اللي نشوفه للأسف اليوم يعني التركيز على الأمور المادية، على المظاهر، على أبي واحد طوله ما كم سنتي، لأن أنا طولي كذا. أوكي مو مشكلة، أنت بعد ما تبي واحد يمكن أقصر منك، لكن لا تركزين على الرقم. اليوم يعني نشوف بعض الأشخاص يقول تبي واحدة صفاتها كذي، شكلها كذي، طولها كذي.
يعني انا ترى مو مركزين على السانتي، صار هاي المعايير يعني صارت. انا اعرف واحد شخصيا انا عارفه انرفض بسبب شنو؟ برجه ها انت متخيل يعني مع ان الريال لا اله الا الله عليه مو قاصره شيء، برجه انرفض بسبب برجه يعني مشكله والله. يعني شكله كاتبين له في البرج ان انت برجك الفلاني بيصيدنا حادث باكر. ها انت برجك كذي خلاص ما يناسبني. كاتبين في برجه يوم العرس كل شيء بيخترب. عرفت؟ الله المستعان. طبعا هاي امور يعني من الامور اللي خرافات يعني نقولها، يعني ان صح التعبير، اللي الناس للاسف تعلق فيها يعني، وهي ما تمس لا الواقع وبعيده كل البعد عن يعني اللي يقول لك لا النجوم وهالكلام وذي. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا سبحانه. وكذلك القدر مكتوب من قبل آلاف السنوات، يعني كتب للانسان رزقه وحياته وموته، ومن بيتزوج كثر بيعيش كم بيحصل كذا كذا، كل شيء مكتوب لك، فلا تخاف ولا تحاول. هذه يعني احنا هاي مشاكل احنا قاعدين نطرحها. هاي المشاكل نعرف ان في مشكله من الاهالي انه يركزون على المظاهر، يركزون على هالامور. شلون نغير ذي الثقافه في المجتمع؟ ان اوكي المشاكل موجوده، شنو الحلول؟ اذا المظاهر قلنا احنا هي زواله، يعني المنصب قد يزول. الكرسي اللي انا قاعد عليه في المنصب اليوم انا عليه صح، باكر بي واحد غيري عليه. على قولة واحد اتذكر في احدى الدول الاجنبيه يقول حضرت مكان، فاول ما وصلت يعني كان مؤتمر كبير وانا منصب كبير في الدوله من الدول يعني الغربيه، جابوا لي ليموزين ويفتحون لي الباب وتفضل حياك ويلكم سير كذا هاللون. كانوا يعطوني الكوفي في سيراميك كاب اللي هو كوب سيراميك، ويخلوني في غرفة VIP انتظار كذا. مرت الأيام ويعني قالوا كأنهم إن ما نحتاجك خلاص يعني، فشالوا من المنصب. فحضرت مرة بعد مو مؤتمر، لا لقاء بسيط كذي يعني، انطرشين لي دعوة ورحت. يقول نطرت ليموزين، تعبت وانا انتظر لين خذيت لي تاكسي ورحت. يا الله. وصلت ما حد فتح لي الباب، نزلت من السيارة ودخلت، خذت لي من الفندنج ماشين هاي الكوفي ماشين، خذت لي كوفي بو بلاستيك هاي بو بيبر كاب ودشيت عليهم. ووصلت داخل طبعا انتظرت ويا الناس البسيطين وكذا وهذا. احنا شو نتكلم مو عن ان هاي شرف وهاي زين وهاي مو بزين، لا بس نبي نقول الفكرة ان ما بيدوم لك كرسي، ما بيدوم لك المنصب. هاي اللي عاجبك، هاي اللي يغريك، هاي اللي كذا، هاي اللي والله ابوها فلان وعلان ذي، لا تركز على هاي الامور. الحسب والنسب السمعة هاي شيء ثاني، لكن الامور المادية والمناصب وكذا ان كان شيء بالمعقول، شيء اللي يؤدي الغرض مثل ما يقولون تمشي الحياة، خلاص امورنا طيبة. لكن ركز على الاشياء الاهم، الاخلاق، الدين، ربعه ماشي وين يروح، من ربعها، هواياتها، اهتماماتها، ترقد برا البيت، يرقد برا البيت، روتينه ما يعجبني ممكن كذا. هاي الامور الاهم اللي احنا بنعيش معاها يعني مع الطرف الاخر بشكل يومي. عرفت؟ لذلك هاي يعني مثل ما يقول وهم الامور الماديه والمناصب يتلاشى بعد الزواج. نرد حق السؤال انه شلون نغير ذي الثقافه عند الناس؟ مثل ما قلنا احنا اذا ركزنا على ان هاي الامور ما تقدم ولا تاخر، لابد احنا نركز على الاشياء الجوهريه البديله عن هاي الامور. نركز على الدين، نركز على قضيه ان دام الشخص مثلا قادر انه يلبي الاحتياجات الاساسيه. فهاي الامور لما نوجه تركيزنا عليها تغير نظره المجتمع، يبدون الناس يعني ما يكون ترى الحمد لله احنا المجتمع قاعد يعني ينتبه لمثل هاي الامور. حتى في النظره الشرعيه تلقى الاب ولا ام والله تشوف يعني احنا الحمد لله يعني مستانسين ووافقنا وكذا وهاللون وكل شيء، او انه مثلا يعني مستبشرين خير. ترى احنا ما تهمنا المظاهر ولا نبي واحد مهر عالي وذي، في عوائل كذي بعد احنا ما يصير نقول الخير معدوم، لا أكيد موجود أكيد. احنا نشتري الريال مثل هالكلام وكذا. ففي ناس كذي قاعدين يسهلون على المجتمع وقاعدين يغيرون نظرتهم. عرفت؟ فتخف هاي النظرة المادية، وكذلك وجود الحقائق اللي تثبت هالشيء، ان نسب الطلاق،
يعني امور كثيره. انا كنت في لقاء حضرناه قبل فتره كان يقول لك من اعلى النسب يعني الطلاق كان اسبابها امور ماديه. عرفت؟ يا خلاف في امور ماديه، يا راتب الزوج والزوجه، يا مثلا كان يعطيها في البدايه بعدين وقف وكانت هي كذا او تصرف زياده من هاي الامور يعني. انزين احنا الحين اختارنا الشخص الصح. شوف انا ماشي معك بالتدريج. هاي احسن شيء. شلون تتزوج. اختارنا الشخص الصح والحمد لله ضبطنا الامور الماديه. الف مبروك. الحين الخطوبه. ومن اهم الاشياء في الخطوبه اللي هي النظره الشرعيه. ساعات احنا نشوف شباب الحين هو شافها النظره الشرعيه يطلع يقول لك والله ما ادري يعني ما اعرف يعني ما ادري بشوف. شلون يحدد الشخص في النظره الشرعيه اذا ذي الانسانه تناسبني ولا ما تناسبني؟ شلون اعرف اذا انا ارتحت لها ولا ما ارتحت لها؟ هو شوف يعني انا دائما عندي مبدا والحمد لله بفضل الله يعني ياتني ردود كثيره انه اسلوب تسهيل المعلومه يعني تبسيط المعلومه، لان في امور معقده احنا ما نبي نشرحها بالتفصيل عشان الشخص يعني يمل، لكن نقول ركز على ثلاثه امور بالذات في النظره الشرعيه. على عينك، هي اسمها نظره شرعيه يعني. يعني تشوف البنت، تشوفي الرجال شكله، هندامه، جسمه، ترتيبه كذا، تشوفي يعني بعينك هل عجبك؟ مثل ما يقول دخل القلب، هل دخل العين عجبت بالضبط او عجبتك؟ الشغله الثانيه القلب، هل حسيت يعني ما نقول حب يعني هاي الكلام دي حب من اول نظره وشي، بس احنا نقول هل في ميل قلبي ولو شيء بسيط ان هاي اللي ابيها شريكه حياتي، والله عجبني ولا ارتحت له ولا هالكلام. وهاي الامور تظهر كذلك حتى في الحديث لما يتكلمون، ممكن يصير في ميل قلبي انه يبين عليه والله مثقف وكذا، ولا اللي طبعا الممثل يبين عليه ما يقدر اقول له شنو روتين، يقول لك انا والله اقرا وكذا واشتغل واحنا سالين عنه، هو ليح ما توظف اصلا. عرفت؟ فالعين اللي هو النظر وكذلك القلب، والشغله الثالثه العقل عقل الشخص. انا لما اليوم اللقاء تحاور اقول ما شاء الله الشخص اللي قدامي انسان راقي، انسان ما شاء الله عليه خلوق وكلامه متزن وكذا وذي. بالعكس انا انصح الكل يسوي لقاء مع السعدي مثلا، لو هاي الصج يعني. ايه ما في شك. لكن احنا مثل ما نقول لما يتكلم الشاب او تتكلم البنت، انت تقيس عقلها وهي تقيس عقلك. شلون؟ مثلا انا اساله على سبيل المثال عن روتينه، اهدافك مثلا او الاشياء اللي تفكر فيها، تفكرين مثلا تكملين دراسه ولا بس لهني وتوقفين؟ شنو الوظيفه مثلا تطمحين لها او تطمح لها انت؟ من هاي الامور تكشف لي عقل الشخص، طموحه، خططه للمستقبل، روتينه، شي يحب يسوي. هاي يكشف لي تقريبا. احنا مثل ما قلنا يعني يمكن ونكرر دائما انه ما يكشف لك، يمكن بعض المشاهدين الحين يردون عليه يقول لك ما يكشف لي الشخص 100%. صح، اكيد ما يكشف لك 100%. هاي غيب ترى عند الله سبحانه وتعالى. 100% عند رب العالمين، يعلم السر واخفى، يعلم ما في قلبك، يعلم الشيء اللي انت قاعد تفكر تبي تقول اللي الحين ما قلته. هاي عند الله. لكن احنا عندنا نحرص على هاي يعني السؤال ومعرفة الطرف الاخر، اكتشاف الطرف الاخر. ليش؟ على اساس يكون عندنا نسبة 60% 70% يعني اعرف الشخص. يعني مو نفس ما كنت تقول لي قبل الحلقه، تقول لي يسالها شنو تحبين تاكلين او تروحين الصبح. يعني هاي بنذكرها احنا اللي بعد النظره الشرعيه، بعد العقد وكذا، لما يزورهم ويطلعون وكذي وهلون يعني وصار العقد بينهم خلاص. شو تحبين تاكلين، شو تحب تاكل كذا، مثل هاي الامور يعني. وما يركزون على الامور الحياتيه المهمه، الاشياء اللي بتجيهم في المستقبل. زين لو ننظر للنظره الشرعيه من منظور ثاني، بعد هذه مشكله وايد تواجه الشباب، ان شنو الاشياء اللي يقدر الرجل يشوفها من المرأة في النظرة الشرعية؟ هل شعرها؟ هل يعني هاي الناس ما يقولون اشياء وايد يمكن بعض الاهالي يجهلها. صح. مثلا ما طلع مشعرك، صح. فنبي نعرف شنو الامور المباحة للرجل انه يشوفها من المرأة في النظرة الشرعية. طبعا هو في خلاف يمكن بسيط بين اهل العلم في قضيه ان كشف الشعر الكامل او مثلا يعني تغطيته واظهار بعض الشعر وكذا،
لكن قد يكون يعني اتفاق على امور كثيره، مثل يعني ظهور الكفين او مثلا القدمين يبينون، يعني كرم السامع. فالامور اللي تظهر عاده في البيت، يعني حتى البنت بين اهلها ما بتكون لابسه لبس اللي مثلا لو كانت بروحها او في غرفتها او كذا او ذي. فاللبس اللي يظهر امام الاهل عاده زين الوجه. ليش قالوا الوجه مثلا والكفين؟ هاي المحاسن، ويعني مكان الجمال بيظهر من هني يكفي. وقال يعني بعض اهل العلم ربما لو يعني شوي من شعرها يبين، او ان بعضهم قال يعني يبين شعرها كامل او قليل منه، اللي يظهر للطرف الاخر انه مثلا لا شعرها ناعم، شعرها كذا كذا كذا، ما يتفاجئ يعني بعدين انه والله هاي ما كنت ادري عنه. فلو ظهر شيء بسيط منه يعني يؤدي الغرض مثل ما يقولون. وبعضهم ما توسع وايد في الموضوع على اساس مثل ما يقول ما تصير سايبه، يعني واجد واحده تقول بعد لبسي يد قصيره ولبسي شيء قصير وكذا. فالامور اللي متفق عليها اللي يعني المحاسن من وين تظهر؟ الوجه والكفين، ولا مثلا قدمين، هي بيشوفها جايه كذا بيعرف والله مثلا وزنها مثلا مو بالرقم شرط، بس بيعرف انها رشيقه ولا مثلا وزنها زايد ولا هاي الامور الظاهره بيكتشفها يعني. يعني هذه يمكن خصوصا نقطة الشعر، يعني موضوع الشعر يعني وايد اهالي يغفلون انه ممكن تشدد، ممكن يقول لك لا والله ضد عاداتنا وتقاليدنا. صح يعني موضوع الشعر مباح انه صح ما في شك. ايه فمثل ما قلت لك يعني على حسب بعض الثقافات وذي، احنا نحترم يعني كل الثقافات، بس دام الدين يعني يسر في الموضوع، ويعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، وسأل أحد الصحابة هل نظرت إليها كذا كذا، حتى يؤدم بينهما، حتى يعني ترتاح النفس. النقاط اللي قلناها من ساعة، الهدف من النظرة الشرعية عشان انت قلبك يرتاح، شفت بعينك وعجبك الطرف الآخر كذلك، إنه فكرة. يعني هاي نقطة مهمة. قد يكون اليوم الشخص جميل شكليا، من يتكلم تنفر منه. صحيح. عرفت؟ فلذلك قضية الكلام وفهم عقل الشخص نقطة يعني مهمة. انزين احنا الحين خطابنا وصارت النظرة الشرعية وانا عجبتني البنت. اي الحين فترة الخطوبة في فترات احنا نشوفها فترات يعني تزيد عن السنة والسنتين، في 3 سنوات. هل انت مع ان طول فترة الخطوبة، ولا تشوف انه لا بس شهر شهرين وخلاص تكفي؟ والله شوف انا ضد الفترة الطويلة جدا تصل الى 2 3 سنوات، ضد هاي الفكرة، وبنقول ليش يعني. وضد كذلك الفترة القصيرة جدا لأسباب. اولا نتكلم عن نقطة اللي يعني الفترة القصيرة، بسبب للأسف هاي تصير ليش يعني استعجال بعض الأهل، يلا يعني الله يبارك وكذي خير البر عاجله وكذا، أنا بفرح فيك يا ولدي، يلا يا بنتي أكا هاي تاريخ حلو 2/2/2 عدل لا؟ هو طبعا في هالتواريخ توصل لك 100 دعوة زواج. فلان تزوج فلان تزوج. أكا أقول لك وما في ما شاء الله زواج تاريخه مخربط يعني لأن الأرقام بلاش لا. فايه 2/2/2 2022 3/3 2023 هاي تو شو اسمه الطاف. ايه فا يعني التاريخ وذي بحطها في انستغرام، عرفت؟ ايه انه يعني كاشخه وكذي. فاحنا نقول يعني الهدف لا تستعجلون، اكتشف الطرف الاخر زين، يعني خذ راحتك، اسأل الشخص عن طموحه، عن أهدافه، عن كذا، عن طريق حوار، لأن أنتوا الحين عقدتوا صح؟ صار العقد بينكم. احنا في العرف يسمونها خلاص مخطوبين، بس شرعا هم يعني غالبا احنا البحرين نسميها مخطوبين، هم اوريدي عاقدين خلاص. فلما صار العقد خلاص شرعا هي زوجته صح؟ فيمر عليهم، يطلع معاها، يروحون يتعشون كذا، يزورون بعض، اليوم خالتي عازمته، اليوم فللاسف تضيع المده كلها اكل 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 اكل. دحين ما تزوجته زين وزنك زين. فاحنا نقول لا، يعني هاي الفتره لا تخلونها شيء تمر قصيره بس عشان اكو تاريخ هاي حلو جريب وفي حجز والصاله موجوده وكذا كذا. لا، اكتشف الطرف الاخر، خذ راحتك. انا جاتني مره حاله واحده مثلا من البنات اكتشفت ان الشاب يتعاطى مخدرات
زين شلون والله استعيالنا وذي كنا بسرعه نخلص الامور، وهو قال لي يلا وامه بعد وامي وكذي فاخذوا راحتكم. واحنا ما ندري تصيد عليه في الفتره، بس القصد انه تكتشفه. لا احنا مثل ما قلنا يعني هو هني السؤال مو بتصيد، يعني السؤال هو مشروع عمر بالضبط، بيكون بينهم عيال، بتكون اسره بيعيشون سنوات، الله اعلم بعض الزواجات تستمر 50 60 سنه، بعضهم يوصلون لل100 ما شاء الله عمر ولحم متزوجين يعني. فاحنا نقول هاي مشروع عمر، مو مشروع بسيط يمكن تخسر تفشل فيه تبادله تروح مشروع ثاني، لا. فلما بتختار اختار على يعني هداوه وعلى سعه، ولا تاخذ. احنا لما مثلا تجينا حالات تطلقوا هني يطولون مده الهاي، يعني الحين تعلموا درس، فاحنا نقول ليش لازم يصير شيء عشان تعلم درس من البدايه. نزل نسال عن شنو؟ نسال عن ثقافه الشخص، وين يروح وين يجي وين تروح، من ربعها، شنو هواياته اهتماماتها كذا، وما يكون على شكل تحقيق يعني مجاوبين بعض يلا سؤال رقم 1 اعترف يلا تجي سؤال رقم 2، لا تفهمون كذي. انتم حين تطلعون كذا شنو مواضيعكم؟ سوالف اي لون تحبين؟ اي لون تحبين العشاء يكون على البحر ولا على داخل مطعم؟ نروح مكان عندهم شموع ولا نشتري شموع من مروين ونحطهم؟ كله يعني للاسف فعلا ترى هاي الاحاديث اللي تصير، وتعال شك ضم الا تاريخ الزواج زوجه وراحه وكذا، تفاجئون بعد اسبوع اسبوعين من ذي الشخص من ذي البنت اكتشفت اطباع وكذي وهاللون. فالحرص على ذي، ومثل ما قلنا انت بتكتشف الطرف الاخر بنسبه 60 65 70% ممتاز. من هاي الفتره القصيره هاي يعني الفتره القصيره ضدها، لكن احنا نقول مثلا 3 شهور، حتى لو مثلا 2.5 شهر اذا كان في يعني حوار بينهم، كان في مثلا كان منها فائده، يعني منها فائده. ما نبي 2 3 شهور تمر بس كذي، يعني 4 شهور حتى لو 6 شهور يعني نقول ما في اشكاليه، خصوصا ان بعضهم مثلا يخططون حق اشياء، حق سفر، حق حجوزات، حق ذي، وساعات ما تصير بسرعه. لكن انا جاتني حاله من احدى دول الخليج مخلين هاي الفتره فوق 2 سنين لحم ما عاشوا مع بعض، لحم ما انتقلوا الى بيت الزوجيه وبينهم مشاكل. زين اكيد بتصير مشاكل لان انا قاعد اختلف وياه واحنا لحم مو عايشين مع بعض. لما نعيش مع بعض بنكتشف بعض، لا نبي نكتشف بعض 100% الحين، فتصير خلافات. صح. ونبي نحدد كل شيء من الحين، تصير خلافات، تصير في تصادم. وممكن هي بعد 1.5 سنة او هو بعد 1.5 سنة او 1 و8 شهور يكتشف فيها شيء ما يبي يكمل، وهي تعلقت خلاص او هو تعلق، اشكالي يعني. فاحنا نقول لا تطول وايد ولا تقصر وايد، يعني خير الامور اوسطها يعني. زين احنا يمكن عرفنا حامد الخان يقدم استشارات ما شاء الله تبارك الله ناشط في هالمجال، وعسى الله يكتب اجرك ان شاء الله. امين وياكم. شنو اغرب استشاره او حاله مرت عليك؟ حق يعني بما ان احنا موضوعنا المقبلين على الزواج ولا بشكل عام؟ انا اشوفك ضحكت شكلها وايد في مواقف يعني احنا مشكله انا ما ابي يعني اذكر بالتفصيل، بس اقول لك يعني احيانا مثلا في بعض المشاكل تصير بين الزوجين، ومثلا سوء فهم يصير بينهم او كذا، ففي اشياء يعني تتعلق بالمقبلين على الزواج، في اشياء متعلقه بالمتزوجين. احنا ما دام موضوعنا عن المقبلين على الزواج خلينا نركز يعني عليهم اكثر. يعني من الامور الغريبه انه ياني شخص تواصل وياي وقال لي انا صار لي 2 أسبوع من يعني خلاص تزوجنا وذي ورحنا شهر العسل وكذا، لكن زوجتي تنفر مني وما ترغب فيني وتبتعد عني وكذا. زين سألته ايش السالفة؟ يعني كل ما يحاول مثلا يقترب من زوجته بتنفر وتبتعد وكذا. فقال لي يعني هي تقول انه مثلا تخاف، او تقول انه مثلا يعني قالوا لها اشياء غريبة ومخيفة عن الزواج وليلة الزواج وكذا وكذا. فانا اعطيته يعني بعض الحلول البسيطة، هو بعد بروحه كان خايف. فيعني انا اللي ضحكني شوي في الموضوع، او خلينا نقول خلاني استغرب اكثر من الموضوع، ان 2 متزوجين حتى يعني في اول ليله من الزواج كذا 2 خايفين من بعض، وهاي موجود للاسف. حتى انا يمكن في برنامج التيك توك نشرت مقطع كذي،
صار تفاعل كبير من المراهقين لانه وايد. اي اي لا هاي ليله الزواج شنو مهبب وشنو مهببه مش لا، بس يصير في خوف، يصير في رده فعل بسبب شنو؟ يعني احنا نقول مستانسين متزوجين والاهل ما يدرون ان مخشين في غرفه وخايفين من بعض. كل واحد تهرب من الثاني. يمكن هي سامعه قصص وقاعدين لها صديقات ان اول ليله حاسبه ترى كذي وكذا وامور مخيفه وذي وهاللون انه بيصير كذي وبيصير كذي، فصادتها رده فعل. او قايلين حق الشاب حاسب ترى البنت يمكن يصيدها حاله ولا كذي اثنيناتهم. فاعطيت انا بعض الحلول البسيطه يعني، وعلمته يعني التدرج، انه مثلا مو متزوج انت على طول مثلا تروح البنت بتخاف ولا ذي، في تدرج، كلام حلو، لمسه حانيه، ضحكه، ابتسامه، اقتراب شوي كذا، يعني مو يعني تعامل مع الطرف الاخر نحسسه ان ذي الليله مثلا عباره عن مثلا شيء بيصير وبيضرر الزوجه او بيضرر الزوج. فيمكن بس نصيحه هاي التدرج في المعامله يعني حلت الاشكاليه. وكذلك مثلا الزوجه ان مثلا هي تبي التدرج، تبي القبول، تبي كذا، يعني اول تجربه في حياتهم الزواج. وهني اشكاليه ثانيه ان مثلا ما في وعي من الاهل ان يا بنتي ليله الزواج كذي، يا بنتي مثلا زيارات الاهل كذا، الزوج يحب كذي، مثلا يحب تسوين له شغله فلانيه، اكله كذي، اي شيء يعني مثل هاي يعني الامور. المسؤوليه بعد تكون على الاهل بعد. اي ما في وعي. احنا نقول بالعكس، حاوروا عيالكم، يعني ما في حياء من العلم. يعني هي الحين خلاص دخلت يعني للزواج، فاذا انت ما علمت ولدك، ما علمت بنتك، ترى بيبحث في النت، ترى يمكن حصل معلومه مكان غلط ويتعلم اشياء مثلا ما ترضي الله وتضرره، وممكن صحيا نفسيا وجوانب ثانيه. في نهايه هالحلقه احنا قايلين ما نبي نزيد الحلقه عن نص ساعه، بس خذتنا السوالف. حاليا احنا يعني اخترنا صح وخطابنا وتزوجنا ورحنا شهر العسل. بس ما وديتوني وياكم. احنا لو ما سمعنا منك كان فشلت علاقتنا ما تزوجنا. لا ان شاء الله تنجح العلاقات ويزيد الوعي في المجتمع، وهاي الهدف يعني مثل هاللقاءات، ان احنا نبسط المعلومه، نزيل المخاوف يعني الموجوده عند الناس، ونعلمهم ان الخلاف يعني هاي يمكن نقطه مهمه بس اذكرها، ان الخلاف بين اي شخصين طبيعي ترى بسبب ثلاثه امور: اختلاف الطباع والتنشئه، زين، طابعي غير طابع فلان غير كذا، اختلاف الثقافه، انا ممكن اشوف شيء صح انت ضده 100%، مو معناته تهاوش، عرفت؟ وانت تشوف صح انا اشوفه يمكن ساعات اي ساعات لا، عرفت؟ فاختلاف ثقافات. كذلك يعني اختلاف مثلا في اللي هو يعني قلنا تنشئة الشخص، الطباع، وكذلك اختلاف في الثقافة، واختلاف في يعني يمكن الآراء، واختلاف في نظرتهم للأمور، واختلاف في يعني جوانب ثانية. فهاي بيولد عندنا خلاف بين طرفين. فمو معناته كل خلاف بننهي العلاقة، لا، نوصل لحل وسط، نركز على الأمور الإيجابية، نتفق على شيء يرضي الطرفين. فهاي الأمور تساعد على يعني بقاء الاستقرار بين الزوجين. اكيد. اول شيء الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. وايد استانسنا معك. جزاك الله خير. احنا اسعد. امتعتنا وافدتنا اكيد. الحمد لله. في شيء انا يمكن عجبني فيك وفي كثير من الناس اللي احنا نشوفهم الحين في الساحه، ان الله سبحانه وتعالى اعطاك اداه اعلاميه انت محاسب عليها يوم القيامه، وانت استغليت الاداه الاعلاميه بالطريقه الصحيحه، صحيح، بافاده الشباب وافاده ما الناس. في شيء. كل الشكر لك. جزاك الله خير. وان شاء الله ما تكون اخر حلقه ان شاء الله. واحنا تشرفنا، وان شاء الله يعني الايام الجايه يكون في مواضيع شيقه اكثر. اكيد نفيد ونستفيد منكم ان شاء الله. كل الشكر لكم يا جماعه على مشاهده الحلقه. اختم حلقتي برساله سواء للمشاهير او حتى للناس العاديين. لما الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه الاداه الاعلاميه انت محاسب عليها يوم القيامه. انت لما يكون عندك ناس تحتك، متابعين تحتك، رب العالمين بيسألك انت شنو اثرت عليهم. حتى لو ما كنت مشهور، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما ندش مطعم وتطلب ماي غير فاتورتك بتي
غير لما واحد طالب غدا كامل. فاتورتنا يوم القيامة غير عن بعض. اللي عنده 1,000,000 متابع غير فاتورة الشخص اللي مسؤول، الأب اللي مسؤول عن بيتهم بس. هاي نقطة بس حبينا نوصلها لكم. كل الشكر لكم على مشاهدة الحلقة. القادم أجمل وأقوى إن شاء الله. يعطيكم الصحة والعافية ونشوفكم على خير.